السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسكوترات، عشاق الاسكوتر، والفيديو ده هديه لكل واحد عايز يشتري سكوتر او بيقارن ما بين السكوتر والموتوسيكل او نفسه يخش في مجال الاسكوترات خصوصا. وطبعا ناس كتير جدا بتسال انت ليه ما بتحبش الاسكوترات او ما بتتكلمش كتير عن السكوتر. طيب، اول حاجه اخويا وحبيبي الله يبارك في عمره المستشار محمد ابو طارق. ليه؟ لان ده كان طلب مني فيديوهات كتير جدا عن الاسكوترات وانا الصراحه قصرت. ده الفيديو الاول بقى اللي هنعمل سلسله كامله عن الاسكوترات كلها اللي في مصر باذن الله، واحد واحد، مواصفاتها، امكانياتها، ليه الاسكوتر، الكلام ده. النهارده هكلمك ليه الاسكوترات وايه السبب اللي كان مخليني بعيد عن الاسكوتر. اول حاجه الغلط كان مني انا. ليه؟ لان انا ما كنتش فاهم مجال الاسكوتر كويس. اي نعم، كنت بصين، كنت بصلح، كنت بركب بس حاجات على خفيف، لكن ما كنتش فاهم بانتشار قوي زي ما كنت متعمق، لدرجه ان أنا كان ممكن اقول لك قرات كتب عن الموتوسيكلات. فعشان كده كنت بتكلم بالموتوسيكل بقلب جامد. لكن في السكوتر ما كنتش متعمق قوي، وما كنتش حاطها في اهتمامي، لان كان دايما في دماغي ان السكوتر ده بتاع بنات، ده بتاع الحريم. فبنت راكبه سكوتر عشان تحافظ على حيائها وادابها كده ووقارها قدام الناس، فيكون رجلها قدامها، قعده السكوتر كويسه، برضه سواقته فيها وقار وهيبه كده. فده كان اعتقادي يعني. لكن في الفترة الأخيرة لما ربنا يسر الأمور كده، وكان ليا بعض الأصدقاء ومنهم صديق محب للسكوترات، فعنده سكوترات فئات عالية، فبدأ يقول لي إيه، خد جرب. بدأت مثلا أجرب السكوتر مثلا ال 310، بعد كده 360، بعد كده ال 400 و600، بعد كده تركب آه، سكوتر حاجة فخمة. فالسكوتر ما شاء الله، فهمتني؟ بعد كده رجعت بقى اعيد تفكيري في المساله. طب ما تيجي نركب بقى الحاجات ال 150 وال 200 وال 250، مثلا زي الاس اي ام، الفيدل 2 والفيدل 3 وبعد كده الار 8 في ابو مثلا، او الاس تي ماكس او الكلام ده. فبدات اركب وبدات اقارن وبدات اشوف، لقيت ان في مجال الموتوسيكلات نفس مجال السكوتر بالظبط. الاثنين مجال واحد، ولكن طبعا مع اختلاف القوه. يعني انا عند رايي هندسيا الموتوسيكل اقوى، ولكن احنا بنتكلم في ايه بقى؟ في فئات السكوتر نفسها. اختار السكوتر ازاي؟ ده بص، دي المعلومات ده اللي لازم تفيدك في المساله. ازاي؟ يعني السكوتر ال 150 وال 200 انا كنت بقارنه لما تيجي تقول لك ايه، انا هسافر مسافات وهشتغل عليه، لا مش هيتحمل معاك. السكوتر مش هيتحمل قولا واحدا. 150 و200 السرعه القصوى بتاعته مثلا 60 و70 و80، الموتور افقي، التبريد تبريد هواء، مفيش امكانيات، الكليتشات، الصناعه، الخامات، الجوده، الكلام ده. فهتبص تلاقي المعادله نفسها مش هينفع امشي بيه 100 و200 و300 كيلو زي الموتوسيكل في اليوم. تمام. فهتلاقي عندي احتكاكات، هتلاقي عندي ضعف قطع غيار وصيانه بسرعه. فعشان كده كنت بقول بلاش. لكن لو انت محتاج تشتغل على سكوتر زي الموتوسيكل، يبقى هتدور على الفئات اللي توافق شغلك. يعني مثلا واحد بيسافر، يبقى ما يقلش على 250 وتبريد ميه وحاجه كويسه، خامات عاليه. طب واحد عايز بقى حاجه في وسط البلد، وظيفه، مثلا هيقضي مشاوير بيت، الكلام ده زي ما احنا بنقول في الموتوسيكلات. في الحاله دي هقول لك مثلا هات حاجات 150 سي سي و200 سي سي، هتبقى كويسه جدا. تمام. فهنرجع بقى تاني نراجع افكارنا ونراجع ترتيبات حساباتنا كلها، بس مش هنقارن ما بين السكوتر والموتوسيكل، لان لو جينا نقارن قولا واحدا محدش هيختلف ان الموتوسيكل اقوى واطول عمرا واكفأ في الشغل والبهدله والدغدغه عن السكوتر. ده قولا واحدا. واي حد هيقول غير كده نصيحه لله بلاش، لان هيبقى بيسوق لمنتج، تمام، او تابع لشركه معينه او تابع لتوكيل معين. ده قولا واحدا. لكن لو هنتكلم بشفافيه وبصراحه اكتر، السكوتر هنحطه في مكانه. حضرتك راجل مستشار، وزير، محافظ، موظف، راجل مدرس، راجل هيبه كده وعايز تمشي وقار، راكب عربيه بي ام او مرسيدس كده على الطريق، لا السكوتر. وهتمشي بنظام وسياسه معينه. تمام. السكوتر غير الموتوسيكل خالص. تمام. الفيديو ده لازم يتحفظ عندك لسبب، لان ديت القواعد والاساسيات اللي هنمشي عليها في جميع الفيديوهات بعد كده بتاع السكوتر. تمام. طيب، واحد تاني يقول لك انا هسافر، يعني مثلا هروح من القاهره لاسكندريه، من اسكندريه للصعيد، الكلام ده، وعايز سكوتر عشان القعده وعشان وضع البرستيج بتاعه بقى والامكانيات والكلام ده. اقدر اقول لك مفيش مشكله خالص، ولكن مستحيل اقول لك فكر في حاجه تحت 150 و200 و250 سي سي. انت اطلع بقى من اول ايه، الحاجات العاليه 300 وانت طالع لفوق، هتبص تلاقي
بص، راحه، امكانيات، نعومه بطريقه جميله جدا. طبعا الكلام ده كله هجيبه لك من تجارب السكوترات، وفي نفس الوقت الكلام اللي المستخدمين قالوه. تمام، لان برضو الصيانه لوحدها مش هتمشي معاك، ان انا اقول لك اه لا والله اصل في الصيانه حلو لا، ده انا عايز كمان المستخدم يقول رايه، عشان العمر الافتراضي لقطع الغيار معاه، وفي نفس الوقت العمر بتاع الصيانات، وفي نفس الوقت الصيانه نفسها وتكاليف قطع الغيار، وفي نفس الوقت البهدله اللي شافها مع من اول ما اشترى السكوتر. فالكلام ده هيفيدك جدا ان شاء الله مع كل فيديو سكوتر هننزله. ولكن في البدايه احب اقول لك ان انت طالما فكرت في السكوتر ده، ان انت مش بتاع دليفري واوبر وكريم والكلام ده الا في نطاق معين. يعني واحد هيشتغل اوبر وكريم والكلام ده وما بيحبش يركب الموتوسيكل وهيجيب سكوتر، يبقى هيجيب سكوتر في فئه عاليه، تبريد ميه، امكانيات وخامات عاليه. ليه؟ وطبعا قطع غيار موجوده ومراكز صيانه متوفره. ليه؟ عشان حاجه تتحمل معاه، لان انت كاوبر او كريم او دليفري انت اقل يوم، القاهره طبعا معروف ان القاهره والجيزه واسكندريه دول اكتر 3 محافظات فيهم البهدله ديت. ممكن راكب الموتوسيكل او راكب السكوتر يحرق في اليوم من 200 ل 300 كيلو. تمام، ده طبعا حاجه عاليه جدا على محرك زي ده، واحد بيستم او سنجل سلندر زي ما بنقول. فعشان كده لازم تاخد بالك واحتياطاتك. انا محتاج سكوتر ليه؟ ده رقم واحد. فليه ديت هتحدد معايا انا وانت هتجيب نوعه ايه وتكاليفه وصيانته، ونرشح مع بعض نوع معين. يبقى ده رقم واحد انا محتاجه ليه. ثم بعد كده لازم تفرق ما بين السي سي والامكانيات والخامات والشركات. مفيش حاجه اسمها ان كله سكوتر، زي بالظبط في الموتوسيكلات مش كله موتوسيكل. اي نعم، الفئه الشعبي في الموتوسيكلات احنا كنا بنقول ايه؟ كله قريب من بعضه، انا معاك كله قريب من بعضه، ولكن الاختلافات البسيطه اللي تحت ديت بتفرق ما بين نظام شغل ونظام شغل تاني. يعني مثلا عمرك ما تجيب الهوجن جامبو 200 زي ال 150 زي الدور 4 ال 150 كله صيني وكل واحد كان ممكن اقول لك كخامه كجوده كمصنع كتصنيع، لكن كشغل على الطريق لا. لو انا هجري هجيب ال 200، لو انا هسافر هجيب ال 200. تمام، وبتفرق جدا في السرعه معروفه. تمام، فلازم تحط في دماغك الحاجات الصغيره دي، النقط دي، التفاصيل دي هتحدد معانا بعد كده انت محتاج ايه، وبعد كده هنعرف نتناقش ايه السكوتر اللي هينفع معاك وايه السكوتر اللي مش هينفع معاك. تمام، ده كان فيديو النهارده ببساطه ان انا بقول لك انا اسف لاي حد كنت بقول له السكوتر بلاش، وحتى الان بقول لك السكوتر ممتاز جدا وجميل جدا، وهنتناقش مع بعض الفتره اللي جايه في السكوترات كلها وانواعها ان شاء الله ومميزاتها وعيوبها، وايه افضل الشركات وايه افضل الانواع وايه اللي تجيبه وايه اللي ما تجيبوش، ايه اللي تبعد عنه وايه اللي ترحب بيه. وان شاء الله يعني بارشاداتكم هنكمل مع بعض في مجال السكوتر، وبعد كده ننقل على حاجه ثانيه ان شاء الله. تمام، وباذن الله هنخش في مجالات كتير باذن الله، ولكن لازم يعني هعطل عليكم شويه لان لازم اجمع الموضوع زي ما بعمل في الموتوسيكلات. ما ينفعش اجيب لك معلومه وفي الاخر تطلع مش مظبوطه، او اقول لك سكوتر حلو ويطلع وحش او وحش ويطلع حلو. فهتلاقيني بجمع من كل ناحيه وبرضه بنتناقش، هنبقى اخوات وحبايب ونتناقش تحت في التعليقات باذن الله. ده كده اول فيديو. انا ليه ما كنتش بحب السكوتر؟ ليه؟ لان اولا انا ما كنتش ركبت الحاجات العاليه، وعارف ان ال 150 وال 200 عشان يسافر وكده هيكحرت صاحبه مصاريف، فانا كنت خايف على صاحب السكوتر. يبقى انا بعد عن السكوترات كان خوف على العميل نفسه مش على السكوتر نفسه، على العميل، لان فعلا كان هيبهدله ال 150 عشان تسافر بيه او تشتغل بيه بهدله. لكن لو هتجيب حاجه ملاكي ده حاجه تانية. تمام، يبقى ده كل الوضع. ما تنساش صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعواتك، وان شاء الله استنانا بقى في الفيديو اللي جايه هنتكلم عن كل سكوتر. بص، جميع الانواع اس واي ام، وعندك بينيلي، وعندك كيميكو، جميع الانواع باذن الله هنجيبها، وان شاء الله كل واحد بالتفصيل والشرح الممل وامكانياته وهينفعك في ايه ومش هينفعك في ايه. السلام عليكم ورحمه الله.